هذا هو عسو باسلام، مجاهد مغربي من قبائل أيت عطا، حارب ضد الاستعمار الفرنسي من النهار اللي دخل المغرب حتى الثلاثينات ديال القرن العشرين، وكان هو الزعيم ديال المقاومة في الجنوب الشرقي. تزاد في 1890 في قصر طاغية اللي كاين جنوب تنغير، وكان متصوف وزعيم كبير. في 1919 تعين شيخ على قبيلة إيلمشان، ومع التقدم ديال الاحتلال الفرنسي والقلاويين في الأطلس الكبير الشرقي وجبل صاغرو، بدا عسو تينضم في المقاومة الأمازيغية ضدهم. في 1932 تجمعوا القبائل ديال أيت عطا في قصر طاغية وانتخبوا عسو وباسلام قائد الجهاد ضد الفرنسيين اللي كانوا سيطروا على الأغلبية ديال المغرب، وجاو باش يدخلوا للجنوب الشرقي ويسيطروا على جبل صاغرو أيت عطا. ومن بعد ما تمركزات المقاومة في الأطلس الصغير لأنه كان مازال ما فيش الاحتلال، قاد عسو المقاومين في معارك خطيرة ضد الفرنسيين ودار لهم بزاف ديال الخسائر في الأرواح والعربات، ودخل معاهم في أسوأ الحروب في تاوزة والنيف وتزارين وناقوب. في 1933 دارت أشهر معركة ضد الاستعمار في الأطلس الكبير اللي هي معركة بوغافر في جبل صاغرو وجبل بادو، وانتصر فيها المقاومين على المحتلين الفرنسيين. هذه المعركة خسر فيها المغاربة الآلاف ديال المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال، العدد ديالهم كيتقدر بشي 4000 شهيد، وتقتل من المقاومين شي 700 واحد. المقاومة ديال عسو في الأطلس الكبير الشرقي دامت حتى 25 مارس 1933، إلا أن الحصار والقصف الجوي خلاهم يستسلموا للاحتلال الفرنسي. وتيبقى عسو باسلام واحد من أهم الرموز ديال المقاومة والشجاعة ضد الاستعمار في المغرب.